السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحة جيدة. اليوم مع فيديو جديد ووصفة جديدة كما عودتكم في مطبخ عبد الملك. رايحة نحضر معكم هذا الخبز بالقرعة الحمراء، يجي خفيف كما راكم تشوفوا ويجي بنين بزاف. ولا عجبتكم الوصفة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وزر الاعجاب. ونبداو بسم الله بالطريقة التحضير، وراح نخلي لكم ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف. لهنا كما راكم تشوفوا حكمت القرعه تاعي، نقيتها قسمتها ودرت عليها الماء وخليها حتى كي طيب. لهنا بعد ما طيب راح نطحنها مليح. ديروا الكميه اللي حبيتوا يعني تاع القرعه. انا هاد المقادير اللي حنمدها لكم جاتني خبزه كبيره، يعني تحبوا تضاعفوا الكميه ضاعفوها. لهنا راح بعد ما طحنتها راح نخليها تدفى، وراح نزيد نضيف لها باقي المكونات. راح ندير علبة تاع الياغورت الطبيعي، راح نخلط مليح. يعني ردوا بالكم لازم حتى تدفى ولا سينو ما تخمر لكمش. الا حطيتوا الخميره وهي سخونه، الخميره هذيك راح تفسد لكم، ما تخمر لكمش الخبزه تاعكم. لهنا عندي زوج حبات تاع بيض، راح ندير غير البياض ونحط الصفار نديرو في الاخير. هلا نحي غير البياض بهذه الطريقه. وراح نكمل ندير ربع كاس تاع زيت الزيتون ولا زيت نباتية. راح نخلط هاد المكونات مليح مع بعض، وراح نزيد ندير حوالي ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز. لهنا بعد ما ضفت الخميرة راح نخلط مليح حتى ديك الخميرة كامل تولي ما تبانش. وراح نزيد نضيف معاهم ملعقة تاع السكر، ونبقى نخلط مليح حتى تشوفوا ديك الخميرة كامل ذابت. ولهنا راح نبدا نضيف في الفارينة. ندير شويه برك فارينة باش ندير الملح، ومن بعد نزيد نضيف الكميه اللي قعدت لي. لهنا الفارينة ديروا عينكم ميزانكم، يعني ما نقدرش نقول لكم المقادير بالضبط، كل واحد والفارينة تاعو. هلا راح ندير الملح، راح ندير ملعقتين صغار تاع ملح، وراح نوري لكم القوام تاع العجينه كيفاش يجي. راح نخلط مليح حتى داك الملح كامل يولي ما يبانش، ونزيد الفارينة. يعني تقدروا تخلطوا غير بخلاط يدوي، ولا ديروا بالباتور ولا بالبيتخان. يعني ماشي لازم تعجنوه بزاف، يعني غير شويه برك حتى يتخلطوا مليح كما نقولوا المكونات مع بعض، وما يولوش يبانوا هذوك الحبيبات في العجينه. ولا هنا راح نزيد له كيس تاع خميره الحلويات. فوالا حنخلطو واحد 2 دقائق هكاك ونطفي عليه البيتخان. فوالا راكم تشوفوا كيفاش القوام تاعها تجي سائله، العجينه تجي سائله بهذه الطريقه. راح نديرها مباشره في البلا تاعي تاع الفوغ. والبلا ما تنساوش ديروا له تدهنوه بالزيت وتدروا الفارينه باش ما تلصقليش الخبزه تاعي، ولا ديروا ورق الطهي.
راح نسقمها مليح هكا بهذه الطريقه في البلاط تاعي باش تجي كامل متساويه. وغطوها وخلوها تقعد يعني حتى يضاعف الحجم تاعها، تخمر حوالي ساعه ولا تقدروا تخلوها حتى 2 سوايع. لهنا بعد ما خمرت لي خليتها ريحه 2 سوايع في الفوغ، يعني بلا ما نغطيها، ولا خليتوها تريح برا على الفرن. غطوها، ومن الأحسن ديروها في مكان دافي. ولا هنايا راح ندير لها من الفوق صفار البيض خلطته مع ملعقتين هكاك تاع الحليب، وراح نحطهم من الفوق كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه، غير بالعقل باش الخبزه تاعي ما تهبطش. يعني راكم تشوفوا فيا يعني ندير غير بالعقل في هذاك البيض، مانيش نضغط عليها. وراح ندري الجلجلان ولا ديروا السانوج، وشعلوا الفوغ تاعكم على درجة الحرارة متوسطة. تقدروا تشعلوا له من الفوق ومن التحت، كما تقدروا تشعلوا غير من التحت برك حتى تشوفوه طاب من التحت تنفخت الخبزة تاعكم. اشعلوا عليها من الفوق حتى تحمر بهذه الطريقة. وهاي ليكم النتيجة النهائية. ها والخبز تاعي كيفاش جا، يعني يجي بنين بزاف، يجي خفيف كما راكم تشوفوا. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم، ولا عجبتكم ما تنسوش تفعلوا الجرس وتدعموا القناة باش يوصلكم كامل جديد ان شاء الله. وشكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو مقبل ان شاء الله.